السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير من القصص لا نعرف أصلها ولا مصدرها. سأتلو عليكم هذه القصة. أمر الأمير الجنود أن يطوفوا بالليل، فمن وجد من الصبيان بعد العشاء يعاقب. طاف الجند يوما ما فوجدوا 3 صبيان فأحاطوا بهم، وسألهم الجنود: لماذا خالفتم أوامر الأمير؟ فقال الأول: أنا ابن الذي دانت الرقاب له بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرقاب صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها. فأمسكوا عنه وقالوا لعله من أقارب الأمير. فقال الثاني: أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. فأمسكوا عنه ظانين أنه ابن أحد من أشراف العرب وكرمائها. قال الثالث: أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت، ركابه لا تنفك رجلا عنهم، إذا الخيل في يوم الكريهة ولت. فأمسكوا عنه أيضا وقالوا لعله ابن أحد شجعان العرب. أخذوهم إلى الأمير، فلما سمع الأمير كلامهم ضحك وقال للجند: ويحكم، إن الأول ابن حجام أي ابن حلاق، والثاني ابن فران ابن خباز، والثالث ابن حائك أي خياط. تعجب الأمير من فصاحتهم، قال لجلسائه: علموا أولادكم الأدب، فلولا فصاحتهم لعاقبتهم. ثم أطلقهم الأمير وأنشد قائلا: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. هذه القصة التي نردد دوما الشعر الأخير ولا نعرف أصلها، فهذا هو أصلها. السلام عليكم.